بمجرد ما خلصت تالتة ثانوي ما كنتش أعرف أي حاجة عن كليات القمة أو الكليات اللي ممكن أدخلها بمجموع، ولكن اللي أنا كنت عارفه إن أنا بذاكر بس للثانوية العامة عشان خاطر أهلي فقط. ولكن بعد ثانوية عامة اكتشفت إن أنا جايب مجموع كبير، جبت 98%، كنت الرابع على الجمهورية والأول على المحافظة، وحصلت على منحة للجامعة البريطانية في القاهرة، وأنا فيها لحد الآن وماشي الدنيا تمام الحمد لله، وقربت كمان أخلص كلية بالمناسبة. ولكن هل لو رجع بيا الزمن ممكن أدخل كليات اللي بتسمى كليات القمة اللي أنا يعتبر فيها دلوقتي؟ ولكن يعني سؤال كبير جدا جدا كلمة ولكن دي. الشخص اللي عايز يدخل حاليا كلية من كليات القمة سواء طب أو هندسة، بتحلم بإيه في المستقبل؟ حاليا في الزمن اللي احنا فيه ده للأسف ما عادش في حاجة اسمها كليات قمة، في حاجة اسمها كلية هتجيب لك فلوس مجرد ما تخلص كلية. هتقول لي الطب بيجيب فلوس، الهندسة بتجيب فلوس، هقول لك انت قدامك عمر كبير جدا جدا. النهاردة هطرح لك في الحلقة دي عن 3 كليات انت لو انت دخلتهم ثانوية عامة 2024 انا اضمن لك، وهقول لك كل التفاصيل عنها كمان ان شاء الله في الحلقة دي، وهقول لك كمان مرتباتها كام في دول الخليج بشكل عام. هقول لك كل التفاصيل عنها باذن الله، لان الكليات دي لو انت ربنا اراد ودخلتها فانت تبقى انسان محظوظ جدا جدا جدا، بعكس كليات الطب او كليات الهندسه اللي هتاخد من عمرك وقت طويل جدا جدا. وحاليا مجرد الانسان ما بيخلص كليه ويخلص جيش بيدور على حاجه تخليه يجيب له دخل محترم يقدر يصرف من خلاله بمصاريف كويسه، يقدر يعيش حياته بطريقه كويسه. فالحلقه مهمه جدا جدا لكل الطلاب بشكل عام، او لو انت في الكليات دي هقول لك ازاي تبدا تستثمر في نفسك وازاي تبدا تلاقي شغلانه بطريقه سهله جدا. وغير كده وبس، انا هقول لك كمان على اسماء حاجات مهمه جدا تعملها الفتره الجايه لو انت عايز تخش الكليات دي. يلا مع بعض نبدا الحلقه. السلام عليكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير، وحشتوني جدا جدا. كليات القمه حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده ما هي الا برستيج فقط. كان من فتره من الفترات الكليات دي كانت طبعا برستيج وفلوس وكل الكلام ده. طالب طب مجرد ما بيخلص الامتياز بتاعته بيدور على اي شغلانه تقدر تسد المصاريف الكتيره اللي عليه. طالب هندسه مجرد ما بيخلص بيدور على مئات الشركات علشان يقدر يلاقي مرتب كويس يقدر يعيش بيه. فما بالك الشخص اللي بياخد 4 سنين في الكليات اللي أنا أتكلم عنها دي وبيخلص جيش وبيسافر السعودية؟ هيبقى الفرق بينك وبين الطالب اللي هو بقاله أكتر من 15 سنة أو أكتر من 20 سنة بيدرس ولسه ما لقاش فرصة، لسه ما اتجوزش، لسه ما كونش مستقبله بحيث إن هو اختار حاجة تبقى عنده برستيج وبس. بالرغم من ده الوقتي الزمن اللي احنا فيه ده كل الناس بتدور على الحاجة اللي تجيب لها فلوس تخليني أعيش مرتاح. مش شرط بقى كليات قمة، كليات مش كليات، كل الكلام ده في الفاضي. فانت لازم تبقى مدرك الفترة دي، الفكرة دي لازم تبقى حاطط في دماغك انت عايز تدخل كلية قمة ولا عايز تدخل كلية تقدر تخليك تجيب فلوس كويسة وتقدر تعيش مرتاح بقية عمرك. والله بجد الكلام ده لو سألت أي حد يمكن بعد خبرة 4 سنين في الثانوية العامة خلصتها من 4 سنين، ده الكلام اللي كان لازم يتقال لي فعلا في الوقت اللي أنا فيه ده. ولكن الكلام ده ما اتقاليش، فأنت بقول لك الكلام ده كنصيحة، كبلفت نظرك لحاجة خدها زي ما تاخدها بقى. عايز تستمع للنصيحة لا براحتك، كل الكلام ده براحتك. ولكن أنا كان نفسي الكلام ده يتقال لي فعلا في الثانوية العامة. ادخل الكلية اللي تقدر تجيب لك فلوس بسرعة، لكن اللي أنا فيها دلوقتي هتجيب لي فلوس أكيد، ولكن مش بالريتم اللي أنا كنت مفكره، يعني مش بالريتم السريع أوي. يلا مع بعض نخش على الكليات بقى، عشان إيه إحنا كده اتكلمنا كتير أوي في المقدمة. أول كلية معانا هي كلية مساحة. كلية مساحة مفيش حد في كلية مساحة بيخلص كلية مساحة سواء من قسم آداب سواء كلية مساحة، أي قسم علوم أو حتى كلية مساحة العادية، واتخرج وجاب فيزا لعقد عمل بره في قطر بالتحديد والسعودية وما اشتغلش. مفيش حد في كلية مساحة اتخرج وما اشتغلش. هعيدها تاني، مفيش حد في كلية مساحة ما بيقبضش أكتر من 20,000 جنيه لو هو بيشتغل في مصر. مفيش حد في كلية مساحة ما بيشتغلش في دول قطر بمعدل أكتر من 3000 دينار، ومعدل أكتر من 3000 ريال قطري أو ريال سعودي بيشتغل بره مصر. مرتبات كلية مساحة حاليا بتعادل مرتب طبيب بقاله 3 5 سنين بيشتغل. مرتب مهندس مساحة بيعادل دلوقتي أكتر من 3 أطباء كمان مرتبهم. صدقني الكلام ده، اعمل سيرش بسرعة كده وشوف
كلية مساحة الشخص اللي شغال مساح سواء في السعودية أو قطر بيقبض كام؟ حاليًا في الفترة دي مهندسين المساحة وكمان أنت ممكن تترقى لمهندس مساحة، أنت مجرد ما بتخلّص كلية بتبقى وحاصل على شهادة مساح، بعد كده مع الخبرة والاستمرارية في الحفر والطرق والكباري كمان وكل الكلام ده بيتحول لمهندس مساحة. يعني مهندس مساحة في السعودية يا جماعة له وضعه بشكل كبير جدًا، جدًا بعكس أي مهندس تاني، وسواء قطر أو حتى دول الخليج بشكل عام. فكلية مساحة أنا أنصحك بنسبة مليون في المِيّة تدخلها. الكلية دي مجرد ما بتخلّص جيشك وكليتك بتقدير كويس، بتلاقي فيزا على طول وما بتدفعلهاش كمان فلوس، بل بالعكس سوق العمل في السعودية وفي قطر محتاجين جدًا، جدًا مهندس مساحة ده، أو محتاجين جدًا، جدًا الطالب اللي بيتخرّج من كلية مساحة، لإن أعمال الحفر وأعمال الردم والأجهزة اللي هو التودوليت والحاجات دي كلّها مُعتمدة على المساحة، فبالتالي الدول اللي عمّالة تبدأ إن هي يعني تبدأ تعمل إنشاء جديد سواء قطر أو السعودية في المدن الجديدة اللي بتتعمل، مهندسين المساحة ومهندسين الطرق بشكل عام بيبقى مرتباتهم كبيرة جدًا، جدًا. فكلية مساحة من أول الكليات اللي أنا بانصحك تدخلها بنسبة 100%، ولو ليك نصيب فيها فأنت حظك هناك بجد والله. كلية كويسة جدًا، جدًا، واعمل search عنها وفرصة عملها برّه مصر ومرتباتها كمان بتكون عاملة إزاي. ننتقل على الكلية التانية واللي من أفضل الكليات واللي أنا كان نفسي أدخلها أوي، أوي، أوي لو رجع بيّا الزمن هادخلها جدًا، 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 كلية سياسة واقتصاد. هتقول لي ده كلية قمة برضه في أدبي، هاقول لك هي كلية قمة في أدبي ولكن مجموعها مش كبير، مجموعها ما بيتسماش أو بيندرج تحت فوق ال90 أو فوق ال98. كلية سياسة واقتصاد متشعبة جدًا، جدًا، ومش هاقول لك على مرتباتها، هي prestige طبعًا في حد ذاتها prestige وفلوس في نفس الوقت. كلية سياسة واقتصاد أنت مش هتشتغل سفير، مش هتشتغل في أي حاجة تانية غير شغلانتين بس يقدروا يخلّوك تجيب دخل كبير جدًا، جدًا. سياسة واقتصاد أنت ممكن تشتغل أو بعد ما تخلّص كلية سياسة واقتصاد بتاخد دبلومة في جامعة القاهرة شؤون قانونية. الدبلومة دي بتخلّيك تشتغل في أي شركة international في مصر أو حتى كمان في السعودية أو في دول الخليج، بتكون مستشار قانوني للشركة بتاعتك دي، بتكون مستشار قانوني في الشركة، وبالتالي أنت بتحصل على مرتبات كويسة جدًا، جدًا، وكمان الشركات بتبقى شركات خاصة، كمان أنت شركات خاصة بتشتغل في شركات خاصة، فبتقدر إن أنت يبقى عندك دخل كويس، وغير كده كمان أنت ممكن تشتغل أكتر من شغلانة في الكلية دي، ممكن تشتغل خبير اقتصادي سواء في كلية أو كمان خبير اقتصادي سواء في أي شركة تانية، وبتكون مستشار قانوني في شركات كتير، يعني مش شركة واحدة بس، لأ أنت بتكون ماسك أكتر من شركة، فمرتباتها كويسة ومطلوبة كمان في سوق العمل في الفترة دي، لإن أغلب الشركات حاليًا بتلجأ أهملت جزء كليات حقوق، وبيجيبوا ناس متخصصة في سياسة واقتصاد بتبقى عارفة تدير شؤون الشركة إزاي، لإنك أنت بتبقى دارس حاجات مهمة جدًا، جدًا في الanalysis والتحليل والاقتصاد المصري والاقتصاد الدولي والاقتصاد كمان العالمي، فأنت بيبقى عندك خبرة أكبر من طالب كلية حقوق في الشركات دي. أنت ممكن تشتغل سفير وكل الكلام ده، ولكن أنا باتكلم على أبسط الطرق اللي تخلّيك تشتغل بسهولة وبشكل أسرع من أي طالب تاني، فكلية سياسة واقتصاد أنا بانصح بيها بنسبة 100%. كلية رقم 3 واللي أنت ممكن تشتغل وأنت بتدرس من خلالها وتحقق ربح كبير جدًا، جدًا، وهي كلية حاسبات ومعلومات. للأسف، للأسف حاسبات ومعلومات في الفترة اللي فاتت ما كانتش واخدة وقتها، كلية حاسبات ومعلومات دخل فيها الجزء الAI ده، أنت بدأت إن أنت تشتغل على الموضوع البرامج، لإن كل الناس كلها يا جماعة حاليًا ما حدش عنده موقع، ما فيش حد عنده منصة، ما فيش حد عنده متجر إلكتروني، متجر ملابس، أي الكلام ده كله، تسويق إلكتروني، كل الكلام ده عاد بيعتمد على مهندس البرمجة، واللي هو أصلًا متخرّج من كلية حاسبات ومعلومات، بيتخرّج معاه برمجة ومعاه شبكات، بيقدر يصمم مواقع، بيقدر يشتغل. أنت مجرد أول سنتين في الكلية تبدأ تفهم إزاي المجال ده شغال إزاي، مجال البرمجة شغال إزاي، الأكواد شغالة إزاي، إزاي تعمل موقع، إزاي تنشئ منصة، كل الكلام ده أنت بتقدر تعرفه في الكلية، وغير كده وبس أنت عندك المؤهلات أو المقومات اللي تقدر تعمل الحاجات دي فعلًا وتشتغل فيها كمان وأنت في حاسبات ومعلومات، ومرتباتها كويسة جدًا، جدًا. مش هاقول لك المرتب بتاع مثلًا لو أنت عملت موقع أو أجرت موقع، لو أنت عملت موقع كبير بسيرفر كبير وأجرته لمدرس يعمل عليه دروس أو كورسات، أجرته لحد يقدر يحط عليه شغله، فأنت بتكسب مكسب كبير جدًا، جدًا. الكليات دي مش عايز أطوّل في الكلام فيها، ولكن دول أفضل كليات حاليًا في سوق العمل، مطلوبين بشكل كبير جدًا، جدًا. لو أنت دخلتهم فعليًا، فعليًا أنت يعني كأنك دخلت الجنة بالضبط، لإنك إحنا في الزمن اللي إحنا فيه ده مش مُعتمد على الكلية قد ما مُعتمد أنت هتجيب فلوس كام،
هتقدر تعيش إزاي، هتقدر تكوّن نَفْسك إمتى، فلازم تحُط الأسئلة دي في بالك، مجرّد ما تقول أنا هاخُش كُلّية، فتبقى أنت عارف الكُلّية دي هتبقى مصيرها إيه في الآخر، هتقدر تطوّل فيها والّا هتقدر تعمل فيها إيه بالضبط. الزمن ده محتاج الفلوس. أتمنى لكم يا رب حياة سعيدة، وأتمنى لكم من قلبي التوفيق والنجاح في كل حاجة تدخلوها، وأشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.